كنتوا عارفين انكم لما تستحموا بالدم ممكن يرجعكم شباب؟ تعالوا نعمل الميك اب وانا بحكي لكم قصه اليزابيث باتري. من كتر ما قصه النهارده شدتني وانا قلت لازم هعمل لها المجنونه دي مش هتعدي كده. هي اميره مجريه اتولدت في قصر وغنيه وجميله وقويه وعندها كل حاجه بقى، يعني هي عندها كل حاجه، فاحنا عندنا كل حاجه بقى ومش ناقصنا حاجه، فهنعمل ايه؟ نقعد نبص بقى في المرايه فاضيين بقى. فلاحظت ان علامات الزمن بدات تظهر عليها. يعني ايه؟ يعني بتعجز. احنا متفقين من الاول ان هي مجنونه، فازاي وازاي بقى؟ احنا قاعدين فاضيين بقى، هنعمل ايه؟ هنلحد. يعني ما هي هنلحد يا هنركز مع نفسنا، ما معروفه في كل حته. ففي مره كده الخدامه بتاعتها هي وبتسرح لها شعرها، شدت شعرها من غير قصد، يعني الست مش قصد. فإليزابيث قامت وضربتها لحد لما وشها اتفتح. انتوا المفروض تكونوا حفظتوا ان احنا قلنا انها مجنونه. فيا عيني الخدامه وشها جاب دم، فالدم وقع على ايد مين؟ على ايد اللي ما تتسماش. واليوم ده كان يوم اسود على الخدامه وعلى اللي في القصر كلهم. فقامت إليزابيث مسحت الدم اللي على ايديها وبتحلف بالله، هي مش بتحلف بالله طبعا، احنا قايلين انها ملحده، بس وبتحلف بالله ان جلدها بقى انعم وضوء. وقال ايه؟ بتقولك انها اكتشفت سر من اسرار الشباب الابدي. فقامت طلعت ومسكت الخدامه قسمتها نصين. والله زي ما بقولك كده، طلعت قسمتها نصين وسابتها تصفي دمها في البانيو، وبعد كده راحت ايه؟ استحمت في دم الخدامه. انا بقول لكم احنا قلنا انها ايه؟ برافو عليكم. ومن وقتها بدأت سلسلة جرائم في القصر، وكانت بتستحمى بدمهم، وبعض المصادر كانت بتقول انها بتشربه، لحد ما قتلت اكتر من 600 شخص. بعدين بدأوا انا مش فاهمه والله، هم تقريبا كانوا مستنيين القريه كلها تتخطف عشان خاطر يخلوا بالهم، يعني اكتر من 600 مستنيين ايه تاني اكتر من كده يعني؟ ما علينا. بعد كده عرفوا ان إليزابيث وبعض من الخدم كانوا بيساعدوها وكانوا ورا كل الكلام. فلما اتمسكوا اتحكم على الخدم بالاعدام. اما إليزابيث بقى بسبب مكانتها الاجتماعيه فما قدروش ان هم يحكموا عليها بالاعدام، فحكموا عليها انها تتحبس في اوضه في البرج، وماتت بعد 4 سنين من حبسها. وبس دي كانت قصة إليزابيث باتري، أو زي ما بيقولوا كنتسة للدم. ما تنسوش تقولوا رأيكم في الميك اب وفي القصة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا فولو لايك، وتقولوا لي هل أعمل لكم فيديوهات زي كده الأيام الجاية ولا لأ.